السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنهضروا على نظريات جداد. اخر مرة درنا نظريات ديال غامبول، اليوم عندنا نظريات ديال كارتون كلارنس. قبل ما نبداو بغا نقول لكم بان هادو غير نظريات، يعني افتراضات، يعني شي حاجة يعني غير مؤكدة انه كارتون. يعني من الافضل انك ما تركزش في هادشي بزاف، غير المتعة وصافي. المهم علينا، بغا نقول لكم ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا في القناة. عدد ديال المشتركين طايح بزاف، عندي تخيل حوالي اكثر من 90% من المشاهدين في القناة ما دايرينش ابوني. ما بغيتش نبقى نبكي لكم ولكم راكم عارفين. يعني دير معاك ديك لايك، اشترك في القناة ويلا نبداو. نعطيو مقدمة. اولا، كلارنس هو مسلسل تلفزيوني كرتون عادي واقعي امريكي، وهو من احدى انتاجات كارتون نتورك ستوديو واخراج سكايلر بايج. اهم الشخصيات اللي فيه اللي هما كلارنس، جيف، سومو، ماري، تشاد، بيلسون. بسم الله. بعد قبل ما نبداو نعطيكم عاوتاني تحضير وملاحظه والى اخره. المهم كنتمنى ان اللي خايف ولا شي حاجه اللي ما كاينش يتسنى، يعني باغي تخرج، يعني ما عجبكش، ما شفتي راسك خفتي ولا شي حاجه، خرج من دابا. ما كنتحمل المسؤوليه ديال حتى شي واحد. المهم خليكم على الفيديو، نتمنى تستمتعوا. الكل تقريبا كيعرف تشاد هو شخص يبلغ من العمر 37 سنه. بالنسبه لماري، يعني اللي هو ام كلارنس، اللي هي عفوا ام كلارنس، فهي صديقه تشاد ماشي زوجته. يعني اش غنستنتجو بان كلارنس بدون اب؟ فمن بنظرك اب كلارنس؟ اجوا معايا نرجعوا الحلقه تسمى بالاعصار. من هذا؟ دميان تبدو مختلفا، الوجه شكل وجهك مختلف. لا يا أمي، لقد رحل دميان. هذا صديقي العزيز تشاد. لقد رحل دميان. كما كنشوفوا دابا هذه الحلقه التي فيها جدة كلارنس كتنعس تشاد بداميان. كيفاش داميان؟ دعونا نبحث عن هذه الشخصية. ظهرت هذه الشخصية مرة في هذا العرض في حلقة روكشو عندما كانوا يشاهدوا العرض، ولكن في الحقيقة كانت ماري تتخيله. قبل أن تدخل العرض تذكرته مباشرة، لأن ذلك المكان من الممكن أنه أول مكان التقت به فيه، مع أنه لم يظهر بشكل مهم في هذه الحلقة. في الموسم الثاني الحلقة 35، ملخص الحلقة: رجل البيتزا ماريانو، وكيف يحبه الجميع لأنه أنقذهم في بعض المواقف. الأكثر غرابة هو قصة السيدة بيكر معه. ذكرت أنها كانت تبكي على شيء ما، إلى أن جاء ماريانو وأعطاها البيتزا على شكل قلب. لكن نلاحظ أن في منزلها شيء غريب سيجيب على ما نبحث عنه. لاحظوا معي ما تحمله في يدها، صورة لداميان. هل يمكن أن يكون؟ لا. فنلقي نظرة عن شخصية بيكر هي أستاذة في مدرسة أبرداي، تبلغ من العمر 32 سنة، ولم يثبت البرنامج أنها متزوجة، وأعتقد أننا قد وجدنا الجواب. نرى صورة لزوج ماري السابق في منزل أستاذة كلارنس، مبررين لنا أنه تم خيانة أمه من طرف داميان. الغريب أنه من الواضح أنه حتى أستاذة كلارنس قد تركها داميان وقد ذهب إلى مكان ما. هيا معي إلى الحلقة 21 الموسم الأول. أرادت الأستاذة خروج مع شخص ما، لذا قد تركت الأمر للسيدة شوب وأحضرت لها لاري ليراهما كلارنس مع بعض. هذا الشخص سبب الكثير، لذا أرى ذهابه أفضل من بقائه. فمع ذلك كلارنس وأمه يعيشان بهناء، وأصلا بيكر ساعدها كلارنس في تخطي أزمتها العقلية بزواجها مع أستاذ آخر. فأما عن شاد فإنه كسول، على الأقل ليس خائنا. نغلق الكتاب بنهاية سعيدة. أتمنى أنكم استمتعتم.